الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده عملنا فطير المحلات اللي احنا بنشتريه باللبن غالي بوصفه سهله وبسيطه ورخيصه جدا، بل بالعكس مفيد ومغذي انضف من المحلات، لان انا عرفت ان هما بيعملوه بلبن بودره. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. يلا بينا. لفه جلاش اهيت. انا بحب اجيب الجلاش السايب عشان بيديني يعني حجم اكبر يعني. وعندي شويه سوداني وحبه جوز الهند وحوالي 300 جرام زبده سايحه. هنحط عليها معلقه بيكنج باودر. يلا بينا نبدا نشوف هنعملها ازاي. دلوقتي انا حطيت قيمه معلقه بيكنج باودر اهي. دي بتخلي طبقات الجلاش تبقى مورقه كده وطعمها حلو. اهو الجلاش بتاعي اهوت انا فردته. هجيب بقى الصينيه دي هنعمله من غير جوز الهند. دلوقتي هجيب الصينيه بتاعتي دي، ادينا حبه زبده بسيطه كده اهوت، وبعدين امسك الجلاش بتاعي احطها كده، شايفين كده، ارصها في الصينيه زي ما حضراتكم شايفين، ماشي، واطلع لها حرف بسيط. حبه جلاش بقى صغيرين خالص، زبده صغيرين خالص مش كتير يعني كده. ادهنها بسيط. دلوقتي انا هدهن دي برضو، احنا هندهنها كلها وبعدين نيجي نشوف هنعملها ازاي. ده يا حبايبي شكل اول صينيه اللي احنا عملناها ساده. احنا هنحطها دلوقتي في الفرن ونعمل التانية. يلا بينا. دلوقتي احنا دهنا الصينيه التانية بتاعتنا زبده، وتعالى نشوف هنعمل دي ازاي. احنا دلوقتي بنشتري الفطير ده اصلا غالي وهو طريقته سهله جدا. انا عندي اهوت الجلاش ده، شايفين دول طبقتين فوق بعض. هجيب شويه من جوز الهند في النص هنا كده، على شويه سوداني وهاجي اطبقها كده واطبق الجزء التاني ده كده زي ما انتوا شايفين اهوت. هنلفه شايفين ازاي، وهحطه في الصينيه. وبعد ما اخلص هنزل عليه شويه سمنه صغيره نعمل واحد اهو. ودي كمان اهيت هنحط هنا شويه جوز الهند، وهنا اهوت شويه سوداني، ونتني دي كده. صدقوني اقسم بالله كنا بنشتريه غالي جدا، ولا ابني الكبير بيحبه وخلينا نشتريه له غالي، وطلع سهل جدا ورخيص. ومعظمنا عندنا تقريبا معظم المكونات دي. الجلاش رخيص مش غالي جدا. انا بحب بتاع الحلواني، مش بحب بتاع السوبر ماركت، لانه بيبقى احلى وبيديني كميه اكبر. اهوت هنجيب، لا دي رقيقه قوي دي، ايوه هنتنيها كده اهوت. شايفين هنحط هنا شويه جوز الهند اهيت، شويه سوداني عشان دي صغننه. بعدين هنتني كده، لا صغننه قوي دي، ما علينا، هنلفها كده اهو زي ما شايفين وهنحطها في الصينيه. وهنكمل بقى بقيه الجلاش بتاعنا دوت ونشوف هنكمله ازاي. دلوقتي ده حبايبي شكلها بعد ما خلصت. احنا هنحط عليها الزبده بتاعتنا. بصوا احنا دلوقتي مثلا انا عايزه اجرب وصفه يمكن تعجب ولادي وياكلوها. انا اعمل ايه بقى؟ اجيبها كميه صغيره. انا كنت بعمل زيكم كده والله، كنت بجيب كميه صغيره جدا. لو مثلا قالت ان الوصفه دي كوبايتين دقيق، كنت بجربها بربع المكونات اللي هي قالت عليها. طلعت حلوه وعجبت ولادي، بعمل لهم الوصفه كامله. ما عجبتنيش ولا عجبتهم يبقى خلاص، عشان طبعا دلوقتي الحاجه غاليه وما ينفعش نجرب ونرمي، حرام. عجبتك؟ انا كنت بشتري الفطير ده غالي جدا من بره، اللي هو الفطير باللبن ده. وكمان واحد كان شغال هناك قال لي خلي بالك احنا مش بنحط لبن طبيعي، لان لو جبنا لبن طبيعي مش ان احنا بنجيب لبن بودره ونحط عليه ميه دافيه ونحطه لكم في الفطير مع السكر. فانت هتعمليه في البيت لما هتجربي الطريقه دي، هتعمليه في البيت لاولادك نضيف ورخيص ومغذي. يلا بينا نشوف هنحطه في الفرن ازاي. حبايبي شكل الجلاش بتاعنا بعد ما طلع من الفرن. انا عندي بقى هنا نص كيلو لبن بقى جاموس مغلي. عنده نص كيلو لبن جاموسي مغلي، انا هحطه عليه كده. هيبقى عندنا نفس الفطير اللي احنا بنشتريه من المحلات، بس اوفر وارخص وانضف. يلا بينا. دلوقتي انا هجيب ده اللي هو الساده، هرش عليه اللبن. لازم اللبن يكون سخن والجلاش بتاعي سخن، واسيبه شويه صغيرين كده مع بعضه يشرب اللبن. بصوا مش هحط كميه كبيره علشان ما يبقاش معجن قوي مني.
انا عايزه نفس النتيجه بتاعه المحلات اهي. هسيبه بقى كده شويه وبعد كده هقطعه. هاجي التاني بقى برضو نفس القصه، هاجي اخده كده. ده بقى هنزله في اللبن، شايف؟ ده بقى هنزله كده في اللبن زي ما حضراتكم شايفين اهوت. اسيبه شويه قيمه 10 دقايق، لا 3 دقايق، لانه مش هيستحمل اصلا. وبعد كده نشوف هنقدمه ازاي. ده حبايبي شكلها بعد ما شربت اللبن. بصوا بقت طريه ازاي معايا. هو ده الفطير اللي احنا بنشتريه من المحلات غالي، احنا هنعمله في البيت لاولادنا، نضيفه حلو وجميل ومش بياخد وقت. يلا بينا احنا كده هنقطعه بقى، بسم الله. هنقطعه كده بشويش. ده الساده، عشان لو ولادنا ما بيحبوش اللي هو فيه حشو ده اهو. طبعا اللبن اللي كان عندي ده انا كنت محليه كويس جدا عشان يطلع معايا محلي اهو. يلا بينا نقدمه لاولادنا بالف هنا وشفا. دلوقتي ده خلاص اهو يا حبايبي شكلها بعد ما حطيناها في الاطباق. شايفين طري وجميل ازاي اهو. وبالهنا والشفا يا رب. يا رب وصفاتي تعجبكم. ما تنسونيش في الاشتراك والتعليق والكومنت، ولو عايزين اي وصفه تقولوا لي. مع السلامه.